السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بساطتي في بيتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة وبخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم جيت نهضر لكم على الادوات نتاع بالنسبه اللي بغات تتعلم الفصاله والخياطه. كاينين شي ادوات مهمين خاصهم يكونوا عند الخياطه، وكاينين اللي ادوات ماشي ضروريه تشريهم او لا تستعملهم. نبداو على بركة الله. اول حاجه هنا عندي المترو. نبداو بالحوايج المهمين والاساسيين. هذا المترو اللي ما يمكنش تستغناي عليه. هذا مترو كناخذوا به العبارات وكنفصلوا به، يعني كنحتاجوه بزاف. هذا مترو كتمشي عند مول اللي كيبيع اللوازم ديال الخياطه، كتاخدي منه هذا المترو. هذا كاينين بزاف الاشكال والانواع. المهم ضروري خاصو يكون مترو. هانتو كيبدا فيه من واحد حتى ل150 متر ونص. شفتوا كيبدا من واحد، هيا من هنا من واحد حتى المتر وخمسين. كما قلت لكم هذا مترو مهم في الفصاله وحتى في الخياطه. فاش كتجي تاخدي شي عبارات كتستعملي المترو. ثاني حاجه عندنا هو المقص. المقص حتى هو مهم. راه الا ما كانش عندك المقص راه ما عندك باش تقطعي. هذا عنده دور اساسي في الخياطه. عندنا هنا لي باري. هادو هنا لي باري باش كنشدو الثوب ديالنا. شي مرات كيبقى يزلق اولا كنديرو شي بليات هكا تنشدوهم بهم. والطباشير، الطباشير راه مهم اولا ستيلو. يعني الا ما بغيتيش تخدمي بهذا الطباشير راكي كتستعملي ستيلو ديال الفصاله والخياطه، ماشي ستيلو العادي، حيت الستيلو العادي ما كيبغيش يتحيد من الحوايج. من الاحسن تستعملي كاع طباشير. الا ما عندكش ستيلو ديال الفصاله تستعملي طباشير، على الاقل بعدا كيتحيد هو شويه. هادو هما الضروريين في الفصاله والخياطه. انا فاش كنت كنخدم راه كنخدم غير بهاد ثلاثه ديال الحوايج. هادو ثلاثه الحوايج اللي كنت كنخدم فيهم فقط. هادو بالنسبه عندنا هنا المسطره راه ماشي ضروري. غير بالمترو كتشديه هو مسطره، هو كتستعمليه. الدور ديال المسطره كيخدم المترو بيها. يعني الدور ديال المسطره باش تستعملي المسطره صافي المترو كتصايبيه بحال هكا وكتسطري. غير هو كتجيبيه مقاد، يعني يدك كتكون تحكم في المترو باش يجيك الخط مقاد. هذه بالنسبه للمسطره راه ماشي ضروريه، وإلا كنتو من الافضل زعما الا بغات شي وحده هكا تاخذها. ثاني حاجه هنا المثلث. المثلث هو ماشي مهم بزاف ولكن شويه عنده واحد الدور حتى هو. باش فاش كتجيبي هاد الزاويه قائمه هذه، عنده هنا هاد الزاويه قائمه بحال دابا. بالنسبه للتركيز راه كتحطيه بحال هكذا باش كيجي خط مستقيم من هنا ومن هنا، يعني كيكون فيه زاويه قائمه كيجيك الخط وكتعاوني فيه حتى هو كتصيلي به النقاط. مهم ماشي ضروري بزاف. انا بالنسبه ليا كما قلت لكم ماشي ضروري بزاف، ولكن انا كنعطيكم اللي تعلمت انا بهم. هادو ثلاثه الحوايج اللي تعلمت فيهم. راه ما كنتش انا شاريه هادو في البدايات ديالي، راه ما كنتش شاريه هادشي نهائيا، حتى من بعد عاد خديتهم. هذا مثلث قلت لكم لما كيستعمل. عندنا هذا كاين البيروكي والبيستولي. هذا سميتو البيروكي، هذا اللي ما عندوش هذه هنايا بيروكي. وهذا اللي عنده هنا هذا ما عرفت شنو هي هذه. المهم هذا سميتو بيستولي، بحال شكل على شكل فردي بحال هكا. هذا كنستعملوه للدوره ديال التركيز، كنستعملوه للدوره ديال العنق. عنده بزاف ديال الاستعمالات. وبالنسبه للبيروكي حتى هو بحال دابا مثلا كيتستعمل في الايفازي، كيتستعمل حتى هو عنده دور بزاف ديال. ما كنتيش بغيتي مثلا تعبري بحال دابا في الايفازي، الا ما كنتيش تعبري مثلا تدخلي بديك جوج اولا ثلاثه، صافي هذا كافي. غير كتجيبيه صافي وكتحطيه وكتديري الدوره ديالك. اما الا ما كانش هذا راه غير بالمترو كتقدري ديري الايفازي ديالك غير بالمترو. وبالنسبه للبيستولي كما في التركيز راه كتدخلي بديك ثلاثه اولا اربعه وكديري التركيز ديالك. هادو هما الدور ديالهم ولمن كنستعملوهم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف. المهم هذه اول حصه غادي بديتها معاكم، هي في الادوات اللي كيخصونا اللي كيخصنا يكونوا عندنا بالنسبه للخياطه. وحاجه اخرى الماكينه. هذه الماكينه راه ضروري تكون عندك. الا ما كانتش عندك الماكينه القضيه كتكون صعيبه شويه. يعني الماكينه ضروريه انك بغيتي تفصلي وتخيطي، ولو تشري مثلا شي ماكينه غير مستعمله
وتقضي بها حتى يجيب الله ما احسن. ماشي ضروري انك في البدايات ديالك تشري ماكينه جديده وتكلفي راسك، واللي عندها الله يسهل عليها من الاحسن تشريها جديده. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. في الحصه الثانيه ان شاء الله، في الحصه الثانيه غادي نعطيكم العبارات بالنسبه اللي كناخذوا على السيده باش نفصلوا شي حاجه، باش نفصلوا مثلا بيجامه، جلابه، العبارات كيفاش كنديروا ناخذوهم. هذا في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نحط لكم هذا الشيء. واي وحده كانت عندها الرغبه وبغات تتعلم الفصاله والخياطه راها ساهله. الفصاله والخياطه راها ماشي صعيبه، راها ساهله. الحاجه الوحيده اللي خاصك انك تكوني انت عندك رغبه ديال التعلم، باغا تعلمي، باغا تفصلي، صافي غير هاد الحاجه هادي كافيك باش انك راه تقريبا راه في شهر، شتي راه شهر راه تكوني تعلمي الفصاله وتعلمي الخياطه الا كانت عندك كتبغي الخياطه، الا كنتي كتبغي الخياطه. وقبل ما نسالي الفيديو كنبغي نشكر المجموعه ديالي، مجموعه اتوميكس غلاكساسيون فلوك، مجموعه اللي الصراحه رائعه. كيدعم الاخ اتوميكس من فرنسا ودعم صادق الصراحه. انا دخلت مع هذه المجموعه وشفت نتائج زوينه بالنسبه ليا، كيما زعما من قبل وبعد. يعني قبل كانت القناه ديالي شويه، المهم ما كانوش فيها اشتراكات بزاف، ما كانوش فيها سوايع بزاف. دابا الحمد لله المهم بدات كتحسن. بالنسبه اللي بغات تنضم معنا المجموعه، النمره نتاع المشرفه غادي نخليها لكم في اول تعليق مثبت في هذا الفيديو. وصلت للنهايه ديال الفيديو، نتمنى الفيديو ديال اليوم تستافدوا منه ان شاء الله. واي وحده بغات تتعلم ما عليها الا تتبع لي الفيديو ديالي، وان شاء الله غادي تعلم في الصاله وغادي تعلم الخياطه.